صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عندنا يوم مهم، بطولة الولاد. اول مرة التوأم بناتي ينزلوا مع اخوهم بطولة في السباحة. فانا بالنسبة لي ده كان يوم مميز، فقلت اصور لكم اليوم من اوله. انا صحيت من النوم، حطيت الاكل العصافير، ساعات بحطه من بالليل لان هما بيجوا الفجر كده، لو ملقوش اكل والاكل قليل بيفضلوا يصوصوا جامد لدرجة ان انا بصحى من النوم. ونزلت بسرعة جبت خضار، عملت أكل سريع، لأن احنا كنا مفروض ننزل على الساعة 4، فبنجهز من 3 من 2:30، فعقبال ما بنحضر بقى المايوهات والحاجات وبنبقى خايفين ننسى أي حاجة. فبحب يعني أبقى يعني مش متوترة عشان ما اوترهمش. احنا ده تمرين البنات قبل البطولة بيوم. انا اصلا اتفاجئت ان الكابتن بتاعتهم بتقولي ان انا هنزلهم بطولة. انا شايفاهم لسه صغيرين، بس هو اخوهم الله اكبر يعني برضو كان في نفس السن ونزل بطولة بورد اول سنة. فهم برضو كانوا نازلين بورد، بسم الله ما شاء الله. انا يعني كنت مبسوطة بيهم قوي، مش مصدقة ان الايام عدت وخلاص الصغننين كبروا وداخلين بطولة. يعني نفس احساس عمر سبحان الله لما كان قدهم، برضو انا بقيت واقفة اعيط من كتر ما انا فرحانة. هو امتى كبر وامتى هيدخل بطولة وهيسابق؟ وهم عشان متعودين يشوفوا اخوهم ما شاء الله بيروح بطولات وبيكسب وبتاع، فهم كانوا متحمسين. الحماس كان يعني للسما. يعني بصوا السعادة في وشهم وهم ماشيين وسابقين وعمالين يقولوا احنا هناخد بطولة. احنا كانوا يعني احنا اصلا في الشهر ده كان الدنيا بدأت تبرد بالليل، فلقيتهم بدأوا يكشوا ويقولوا بردانين. اول ما عرفوا ان الكابتن قالت لهم هتنزلوا بطولة، الموضوع اتغير تماما. ففعلا التشجيع والنفسية بتفرق في نفسية الولاد قوي. انا بنتي اللي انا كانت في اخر حارة هناك اللي هي جنب الاكوا دي، الحمد لله ده يوم البطولة. الحمد لله اللي انا اخدت مركز تاني ولارا اخدت مركز اول، وانا كنت من كتر ما انا بشجعهم وفرحانه بيهم وفي نفس الوقت خايفه عليهم، كنت حاسه ان قلبي هيقف. اللي انا كنت زعلانه قلت لها يا حبيبتي كفايه ان انتي شاطره وان انتي ما يعني ما نزلتي ورجعتي عدلتي نفسك وكملتي. وفضلت اشجعها ومش بحاول افهم ولادي ان اللي بياخد مركز اول بس هو الكسبان. لا، ده انتوا كفايه انكم حاولتوا وان انتوا كسبتوا. انا فخوره بيكم ايا كان المركز، لان الخوف والتوتر بيأخر مستوى الولاد جدا وبيخليهم لو خايفين مش هيعملوا اللي هم بيقدروا حتى يعملوه عادي في التمرينات. بس انا كنت مبسوطه ان اول يوم ولادي التلاتة يدخلوا بطوله مع بعض، ما شاء الله الله اكبر. كنت فرحانه قوي بيهم. الواحد لما بيشوف نتيجه بيحس ان تعبه ربنا عالم بالتعب قد ايه. الاجازه ما ارتحتش فيها يوم. طول كل يوم في تمرين، كل يوم بره في الشارع وتعب ومجهود، واكيد اللي بيدربوا ولادهم حاسين بده وفاهمين انا بقول ايه. بس لما بتشوفي نتيجه في الاخر الحمد لله يا رب بترتاحي وبتحسي ان تعبك ما راحش هدر. دي لارا ما شاء الله عليها يا رب الله اكبر، اخدت مركز اول اللي هي تاني واحده الحاره التانية. والاكاديمي ما رضتش تنزلهم مع بعض في مجموعه واحده عشان ما ينافسوش بعض وكل واحده يبقى لها فرصه ان هي تاخد مركز. فنزلوا كل واحده في مجموعه لوحدها. طبعا الصوره مهزوزه لان انا اصلا ما كنتش باصه الموبايل، انا عماله اشجع بصوت عالي وعماله يلا يا لارا يلا يا لينا. لينا لو خدتوا بالكم معديه عشان رايحه تتكرم. انا اطمنت عليهم الاتنين ولبستهم، وكان عمر بقى اللي انا كنت قلقانه عليه قوي، لان عمر كان اول مره احس ان هو متوتر مع ان دي مش اول بطوله ليه. بس كان متوتر قوي، وانا كان كل همي ان انا ادعمه وان انا اشجعه واخليه التوتر ده يروح من عنده. وده السبب اللي انا عامله عليه الفيديو النهارده، ان انا حصل لي موقف. عمر لما جه ينزل البطوله انا لقيت نفسي عايزه اشجعه، وانا اللي ما يعرفنيش انا بنت وحيده، ما عنديش اخ ما عنديش اخت. لما بروح البطوله بروح انا وماما وجوزي بس، فانا واقفه بشجعه لوحدي وعماله اقول يلا يا عمر يلا يا عمر. وفجاه لقيت كل الناس اللي ورايا غريبه انا ما اعرفهاش لقيتها بتقول عمر عمر، لدرجه ان اللي كانوا بيشجعوا عمر اكتر ناس، يعني الصوت اللي كان اعلى كان صوت تشجيع عمر. انا مش عايزه اقول لكم ان انا كل ما بجد ما افتكر الموقف دموعي تنزل وعيط يا جماعه. الموقف فرق معايا جدا وبقيت بعيط من كتر ما انا يعني حاسه ان هم جبروا بخاطري، حاسه ان هم ما اعرفش يعني بجد. انا عامله الفيديو ده عشان اقول لكم لما يبقى عندكم فرصه انكم تجبروا بخاطر حد، مش هيكلفكم حاجه بس بتفرق جدا. يعني الموقف ده انا عمري ما هنساه. انا عمر ابني هو في الحاره اللي هي التانية من ناحيه اليمين. الموقف ده فرق في نفسيتي قوي وكان يعني دعمني جدا، وفضلت اعيط بجد من كتر ما الفرحه، مع ان هي حاجه بسيطه بالنسبه لهم بس هو كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. الحمد لله الولاد كلهم طلعوا بمراكز اليوم ده وكنا مبسوطين. وده الفيديو بتاعي النهارده، انا بس جايه اقول لكم ان جبر الخاطر ده حاجه حلوه قوي. اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. سلام عليكم.